السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة ملوك ساد. طبعا النهاردة معانا تردد قناة مهمة جدا، تردد قناة يو تي في. طبعا عايز اقول لكم حاجة، ان قناة يو تي في اصبحت تعمل على تردد عادي وتردد اتش دي. يعني لو انت عاوز تتابع القناة على التردد الاتش دي على الجهاز الاتش دي بسرعة عالية، وفي تردد بصيغة اس دي، وده طبعا بيمكن استقباله على جميع انواع الاجهزة العادية ولكن بصورة عادية. علشان كده هتقدر تستقبل القناة على الأجهزة العادية. تمام؟ طيب القناة لها ترددين. طبعا مؤخرا ظهر تردد جديد لقناة يو تي في العراق اتش دي على قمر نايل سات. التردد هو 11449 11449 ده التردد الاتش دي، مع معدل ترميز طبعا ده بيكون ثابت 27500، والاستقطاب هيكون افقي. ده التردد الاتش دي. ماذا عن التردد الاس دي؟ تردد اس دي هو 10728. هتبدأ تكتب التردد اللي هو بيمكن استقباله على جميع انواع الاجهزة، هتكتب 10728 مع معدل ترميز وده بيكون 27500، والاستقطاب هيكون افقي اللي هي حرف اتش. ودلوقتي اصبح لقناة يو تي في العراق على قمر نايل سات 7 درجات غرب تردد اتش دي وتردد بصيغة اس دي. وطبعا قلنا التردد الاتش دي اللي هو 11449 افقي 27500، والتردد الاس دي اللي هو 10728 افقي 27500. ويلا نعمل بحث. زي ما انتم شايفين كده بنبدأ نعمل البحث عن قناة يو تي في. طبعا اول حاجة احنا اتكلمنا ان القناة لها تردد اتش دي ولها تردد الاس دي. نبدأ ننزل تردد الاس دي كده. اول حاجة بتبدأ تدوس على زر المنيو، وبعد كده بتبدأ تدور على كلمة إنشاء قناة، أو بتبدأ تختار كلمة نت سيرش. الكلمة دي بتبدأ تدخل عليها، تبدأ تنزلك على التردد ودرجة الرمز والاستقطاب. أول حاجة كده بتكتب التردد اللي هو 10728، ده التردد الاس دي. تمام. أما التردد الاتش دي اللي هو 11449 وده بيجي عليه على الأجهزة الاتش دي. تبدأ تكتب 27500 وتخلي ديت حرف الاتش اللي هي افقي. زي ما انتم شايفين الاشاره ظهرت 53%. تبدأ تدوس على كلمة حر مجاني، تبدأ تعمل بحث. زي ما انتم شايفين كده القنوات بتبدأ تنزل معانا اهوت. ديت كانت طريقة البحث عن تردد قناة يو تي في. طبعا فعلا القناة نزلت معانا من ضمن القنوات. في النهاية يا ريت الناس متنساش تعمل لايك واشتراك في قناة ملوك ساد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.